بس أحيانا الله يحلل المدارس عند الطريق للمدارس، زي مدرسة في منطقة جولو الصينية، الطريق ياخذ 5 ساعات على حفة طيحة جبل، عرضها في بعض المناطق أقل من 3 متر. يعني تخيل طريق 5 ساعات والموت جنبك وما بينك وبين إلا خطوة واحدة غلط. يعني وهذا طيحة محترمة، يعني اللي طاح راح خلاص. ولا مدرسة قرية جانج جوان اللي الطلاب الصغار ما يقدرون يوصلونها بسرعة إلا بسلالم مثبتة تهتز مع كل خطوة، لا وبيد واحدة بعد كنت شايل معك شيء المدرسة. ولا مدرسة في الهيمالايا اللي طريقها كله على انهار متجمدة ممكن تنكسر في أي لحظة، أو بين جبال جليدية ممكن يصير فيها انهيار ثلجي في أي وقت، وهو طريق ما يكون موجود أصلا إلا شهرين في السنة في وسط الشتاء بس، ويختفي باقي العام. وهذا الطريق مع شكله أقل خطر من باقي الطرق اللي شفناها، إلا أنه من أخطر هذه الطرق، لأن الطرق الثانية تتعود على مسار واحد في الطريق وخلاص، أما هذا لا، هذا يتغير شكله كل يوم بسبب الذوبان والانهيارات. ما في شيء اسمه تتعود عليه كل يوم، لأن كل يوم لازم تلقى مسار جديد غير الأيام اللي راحت، لأن المسار اللي اخترته أمس ما عاد هو موجود اليوم، اختفى خلاص. دور طريق ثاني واحمد ربك ما كسر هالطريق تحت رجولك. بالمناسبة يعني أنا أحس الجسر هذا في شيء غلط. يعني الجسور اللي أعرفها أفقية والناس تمشي عليها، مو بعمودية والناس تتسلقها. هذا جسر منكسر في منطقة ليباك في إندونيسيا، بس يحمدون ربهم إنه بقى خشب على الجسر. جيرانهم في سومطرة ما بقى من جسرهم إلا الأحبال. فاحمد ربك إذا كنت من النوع اللي خدر في السيارة وما يقوم إلا عند باب المدرسة. ولا حتى كل الجسور الأفقية زينة، يعني عندك هالجسر اللي كان مجرى موية مو مصمم للناس خلقه، ومع كذا الإندونيسي ما تعوق معه ما شاء الله عليه. يعني اللي ما عاقت مع المشي على جسر طايح وحبال معلقة بيبعاقة مع مجرى موية، حط كم خشبة وامشي عليها. والجسور مي بالطريقة الوحيدة لعبور الموية. في مدرسة في الفلبين وما بينها وبين الطلاب جسر، ولا حتى جسر مكسر. فيه اللي دبر نفسه ونفخ كفر وركبه، او اللي عندهم فلوس يركبون زوارق زي هذه في اندونيسيا. هذا غير اللي ما يحبون الدلع ويروحون سباحة بلا كفر بلا هم، حط شنطتك على راسك واغطس. وفي طرق من نوع ثاني ما ادري ارحمهم ولا اقول يا حظهم، مثل طريق الزوارق اليوميه هذه في الهند، ولا هذه اللي هي يمكن اغرب طريق مدرسي في العالم، وهي رحله حبل الانزلاق، وهي في غابات المطر في كولومبيا. ينزلقون حوالي كيلومتر بسرعه 80 كيلو في الساعه. يعني هذه البنت عمرها 9 سنين بس، وما في فرامل الا الخشبه اللي مسكتها. وبالمناسبه اللي شايلته في الخيشه هذا هو اخوها الصغير، لان عمره 5 سنين، اصلا من ينزلق بنفسه. طبعا الحوادث كثيرة بسبب الطريقة الغبية هذه، خاصة عند الهبوط على الأرض، لما في طريقة صحية تهدي فيها السرعة ما عندك إلا الخشبة ذي. يعني حتى لو كملت الحبل كامل من دون مشاكل تصقع في الأرض بسرعة محترمة، يعني انكسر اليدين والرجول والكعوب شيء عادي وروتيني هناك. وفي بقرة ماتت إن واحد طاير خمعها وهو يهبط. أما أردى رحلة مدرسية في العالم في يمكن هذه الرحلة، هذه في الصين في بيلي. ولا تخاف، هذولي مو بجنب طيح، هذولي بس جنب نهر. هذه رحلة مدرسية طولها أكثر من 200 كيلو متر على 4 أنهار في عز البرد، وعلى جسر معلق بسلاسل طوله 650 متر، وعلى 4 جسور عرضها لوح خشب واحد. الرحلة تقعد 2 كاملين على هالحال، 2 كاملين سفر. طبعا المدرسة مدرسة داخلية، يعني الطلاب يعيشون فيها باقي الفصل الدراسي، يعني مو معقولة يمشون 2 كل يوم. أنا عندي إحساس أن هذا شيء مستحيل، إلا إذا كنت الوليد بن طلال ما شاء الله عليك تقدر تصلي عدد ركعات في يوم واحد.